أهلا بيكم في جولة جديدة تنضم لجولاتنا وخروجاتنا في الإسكندرية. والمرة دي هنتكلم عن حامية الإسكندرية، وهي قلعة قايتباي اللي حلت محل أحد عجائب الدنيا السبع. والقلعة دي مشهورة جدا في الإسكندرية ومن معالم مصر التاريخية. فويلكم باك تو ماي تشانل، ومرحبا لو أول مرة تشوفوني. القلعة دي مش بس على البحر، دي كمان جوه البحر. فتعالى أقول لكم أنا دفعت إزاي عشان أدخل هناك. اولا مش بندفع كاش خالص، بندفع بالفيزا، اي فيزا معاكوا، بريد او بنك او اي حاجه. سعر التذكره للمصريين 60 جنيه، وللمصريين الطلاب 30 جنيه، وللاجانب 150 جنيه، وللاجانب الطلاب 75 جنيه. القلعه من اهم الاثار الموجوده في اسكندريه، والهدف من بنائها هي حمايه وتحصين المدينه ضد اي هجومات، لان الهجومات في الزمن ده كانت بتيجي عن طريق البحر. فبكده القلعه تكون مرتفعه، وبكده يقدروا يكشفوا اي هجومات موجودة. ودي شكل الساحة الداخلية للقلعة. أنشأها السلطان قايتباي، وكان حصن دفاعي مهم جدا في الوقت من الأوقات. مساحة القلعة 17550 متر، وبيحيط بيها البحر من 3 جهات. ومر على بنائها أكتر من 500 سنة. والحقيقة إن المكان ده هتستمتعوا فيه جدا، والناس اللي بتزور أماكن زي دي ناس بتستمتع بتاريخ بلدهم وأجدادهم. المكان مكون من 3 أدوار. ده الدور الأول، وده شكله كده بالظبط. ودي البوابة أول ما تدخله. الدور الأول ده فيه المسجد، ومساحته أكبر من نص مساحة الدور الأول. وهنا عمو كان بيكلمنا عن المسجد ده. حضرتك ديت الاربع فراغات دول واحد اثنين ثلاثه اربعه كانوا بيدوا دروس على المذاهب الاربعه. بعد ما شفنا المسجد اللي واخد نص مساحة الدور الأرضي، مشينا كده شوية وشفنا باقي المساحة بتاع الدور التاني. وزي ما انتوا شايفين قدامكم كده، دي شكل المبنى من تحت. بعديها طلعنا على الدور التاني. والدور التاني موجود فيه 4 حجرات كانوا بيستخدموها للاجتماعات. وده شكل الدور التاني. والأجزاء اللي هتظهر قدامكم دي دلوقتي كانوا الجنود بيختبئوا وراها عشان يشوفوا أي هجوم ممكن يجي. كان بيصدوا أي هجوم ممكن يجي على مدينة الإسكندرية. صوت البحر وشكله وانتوا جوه القلعة كان شكله تحفة. عدد الأوض اللي هتشوفوها معايا دلوقتي والشبابيك والفتحات اللي كانت بتبص على البحر دي كانوا الجنود بيتحصنوا فيها، وكانوا بيراقبوا منها العدو. معلومة على السريع كده للي ما يعرفش: قلعة قايتباي اتبنت مكان منارة الإسكندرية. ومنارة الإسكندرية كانت من أحد عجائب الدنيا السبع. موجود عجيبتين على أرض مصر: الأولى هرم خوفو اللي موجود في منطقة أهرامات بالجيزة، والتانية اللي اتهدمت وهي منارة الإسكندرية، ودي اتهدمت بسبب زلزال أثر عليها. بعديها بكام سنة كده قام السلطان قايتباي باستخدام الحجارة الخاصة بهذه المنارة لبناء القلعة. مش بس اتبنت مكانها، دي كمان بنوها بنفس الحجارة بتاعت منارة الإسكندرية. والحجارة دي من أقدم الحجارة الموجودة في مباني اسكندرية. ومنارة الإسكندرية كانت في عهد البطالمة، وتعرضت للهدم بسبب الزلزال اللي شهدته مصر خلال العصور الوسطى. هنا كانوا أجانب، فكانوا بيبصوا الحجارة بانبهار قوي. فيلا بينا على الدور الثالث. والدور الثالث كان فيه حجرات كتير جدا للدفاع عن القلعة، وفيها الديوان الخاص بالسلطان. وكان موجود فرن كده كانوا بيعملوا عليه الخبز داخل القلعة للجنود الموجودة. وكانت الغرفة الخاصة بالسلطان قايتباي كانت موجودة في الدور الثالث. كانوا بيستخدموها لرؤية السفن على بعد يوم كامل من الإبحار قبل ما توصل لمنارة الإسكندرية. وده شكل توضيحي للقلعة كلها. وأصلا أول ما تدخلوا هتلاقوا خريطة كده موضح فيها تفاصيل المكان كله. هنروح بقى لآخر جزء في القلعة، وأنا شخصيا استمتعت فيه جدا، وكنت قاعدة وقت الغروب، فكان شكل السماء تحفة، وأحلى صور هتاخدوها في المكان ده. ودي شكل القلعة من زاوية تانية. والقلعة الإسكندرية كان لها دور في حماية مصر لحد القرن التسعتاشر، لما تعرضت مصر للقصف من الأسطول الإنجليزي عام 1882. وبعدها تهمشت القلعة تماما. وبكده انتقل دورها من دور الدفاعي للدور الأثري، وأصبحت الناس كلها بتزور قلعة الإسكندرية. الجزء التاني اللي أنا وريته لكم ده أكتر مكان هتستمتعوا بيه. كل الناس حرفيا كانت واقفة بتتصور، مستمتعين بشكل السماء والبحر، والأجواء كانت شتوية. فبجد كان من أحلى الأماكن اللي استمتعت بيها. بس كده ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم إشعار كل ما انزل فيديو جديد. ف thank you for watching. See you.